قدمها للجنة. يمكن أن تنسحب الآن يا سيدي، وأعطي الكلمة للسيد حمادي بريد الليل. تفضل. يشرفون أن أتقدم بملتمسي هذا أمام هيئتكم الموقرة، حيث أخاطبكم بصفتي مواطنا موريتانيا ولدت وأقطن في مدينة واديبو التي تحد الصراع بين جيش التحرير الصحراوي جبهة البوليزاريو والقوات المغربية المحتلة. أيها السادة، إن القضية الصحراوية ليست مجرد قضية محلية تخص سكان الأقاليم الصحراوية وحسب، بل إن تداعياتها تصل إلى العالم كله، إلا أن تأثيرات تلك التبعات لا يستوي فيها دول جوار المنطقة المتنازع عليها وغيرهم. ذلك أن موريتانيا تحدي منطقة الصراع، وهي التي تكتوي من الاقتتال الذي يجري هناك، فبمجرد إطلاق رصاصة واحدة في المنطقة تكون موريتانيا هي الضحية، خاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك نتيجة محورية ولمحورية معبر القرقارات المحتل في تموين السوق الموريتاني بالسلع الأساسية. أيها السادة، إن المواطنين الصحراويين الذين يقطنون في المناطق الصحراوية المحتلة يقبع أكثرهم أو جلهم في سجون الاحتلال المغربي في ظروف لا تتماشى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ يدانون بأحكام قاسية ويجرمون لأفعال لم يرتكبوها، ثم يعرضون إلى أصناف من التعذيب البدني والنفسي حسب التقارير الحقوقية الواردة من هناك. وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن استنكاري لتلك الممارسات. أيها السادة، إن الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة لا يمكن وصفها ووصف سوء ورداءتها، فأغلب الأسر الصحراوية في المناطق المحتلة تقتات على أقل من 200 أورو شهريا. وسياسة تكميم الأفواه جعلت من الكثير من المواطنين الصحراويين يصرحون من أعمالهم بسبب عدم إعلانهم مشاطرة السلطات المغربية رأيها في النزاع الصحراوي، وتعتبر النساء أكثر المتعرضات لتلك القرارات التعسفية. أيها السادة، لقد طال أمد هذا الاحتلال المغربي واستفحلت قوته، وليس له رادع إلا إجراء استفتاء شعبي لتبيين موقف سكان الأقاليم الصحراوية من الاحتلال المغربي، والذي سيكون لا محالة عدم قبول الشعب الصحراوي الحر الأبي بأي وجود مغربي على أراضيه. أيها السادة، ختاما، فإننا نؤكد لكم ثقتنا في جهودكم في إعلاء سلطة القانون الدولي لكي يستطيع الشعب الصحراوي أن يحدد مصيره. شكرا.